الآن كرد اللاذقية يشكلون حوالي 40% من سكان الساحل السوري، وهم لا يتكلمون الكردية، إنما هم فقط من أصول كردية. من أهم مراكزهم سلسلة الجبال المسماة باسم جبل الأكراد، حيث أتوا إلى الساحل السوري مع صلاح الدين الأيوبي، والبعض منهم أيوبيون نسب. تركهم صلاح الدين في جبال اللاذقية ليشكلوا فرق عسكرية خفيفة وسريعة الحركة تنهك العدو وتمنعه من الاستقرار في الساحل السوري، بينما تصل الجيوش من الداخل السوري. وقد نجحت خطة صلاح الدين في حماية الساحل السوري على مدار 850 عاما. كان جيش المسلمين كلما أراد الهجوم على بيت المقدس يتعرض للهجوم من الصليبيين القادمين من اللاذقية، مما اضطر صلاح الدين لتحرير اللاذقية، وكان أمامه خياران: الأول ترك حامية كبيرة بها لحمايتها، وهو خيار أثبت فشله لسببين: الأول سهولة الالتفاف عليها وضربها من جبلة أو البسيط، والثاني سيخسر المسلمون خدمات هذه الحامية، فالمعركة الأساسية كانت معركة بيت المقدس. لذلك لجأ للخيار الثاني، وهو التغيير الديموغرافي بزرع أهله بجبالها بعد تحرير قلعة صهيون. وكان للكرد دور بارز بمختلف الأحداث التي مرت على الساحل، ولعل أهم أدوارهم هزيمتهم للفرنسيين بعد المجازر التي شهدتها بابنا عام 1918، وحصولهم على الحكم الذاتي طيلة فترة الحكم الفرنسي لسوريا، ونضالهم الشرس ضد آل الأسد في الثمانينيات. بعض قرى جبل الأكراد: سلمى، دورين، المريج، كنسبة، المارونيات، عكو، شلف، كباتي. أيضا سيترب، هنالك قرية اسمها سيترب، سأقول على عجالة قصة أحد أقاربي قال: كنا في زيارة أنا وأصدقائي إلى اللاذقية، وذهبنا إلى قرية سيترب، فطلبنا أن نرى ونجلس مع مختار القرية. عندما جلسنا معه سألناه عن القبور الثلاثة وهي للشيوخ، قلنا أنها للشيوخ، فسألنا مختار تلك القرية: كيف عرفتم ذلك وأنتم لستم من المنطقة؟ فقال: قلنا له بأن الاسم كردي، سيترب بمعنى القبور الثلاثة، سي بالكردية ثلاثة، ترب قبر. فقال لهم المختار: نعم نحن كرد، الكبار بالعمر نتحدث الكردية، لازلنا نتحدث الكردية، أما الجيل الذي بعدنا أضاع لغته للأسف.